سؤال بسأله لنفسي دايما: ايه هي الطريقة المثالية عشان الموظف يترقى ويتدرج في السلم الوظيفي لحد ما يوصل لمناصب قيادية وإدارية تمكنه من تحقيق ذاته وزيادة دخله، وبالتالي يقدر يعيش في مستوى وظيفي كويس يفيد نفسه وشركته ويفيد وطنه؟ وعشان نعرف ايه الطريقة المثالية للتدرج الوظيفي والترقية السليمة الناجحة، تعالى نعرف الحدوتة سوا. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم. أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. قريت كتاب لطيف جدا اسمه قواعد العمل للمؤلف الإنجليزي ريتشارد تامبلر. ريتشارد تامبلر هو كاتب إنجليزي وخبير من خبراء التنمية الذاتية، تم ترجمة كتبه ومؤلفاته ل10 لغات مختلفة. وفي كتاب قواعد العمل هو بيتكلم عن 10 قواعد أساسية تخليك ناجح في شغلك وتقدر تترقى بشكل سليم وناجح. القاعدة الأولى بتقول: اقرن القول بالعمل، يعني وصل الاتنين ببعض. والقاعدة الأولى أو قاعدة اقرن القول بالعمل هي بتعتبر حجر الأساس وحجر الزاوية لكل القواعد اللي هنقولها بعدين. وريتشارد تامبلر المؤلف هنا بيقدم 10 نصايح تخليك ناجح في شغلك بشكل سليم. النصيحة الأولى هي إنك تخليك مميز في شغلك وتسيب بصمة للتميز الخاص بيك ده عن أي حد تاني في الشركة أو في المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها. ما تكتفيش بالموجود، وفكر دايما إن الوظيفة مش هي هدفك الأساسي أو النهائي، دي مجرد وسيلة عشان توصل بيها لهدف أكبر. اتطوع للمساعدة لكن بحذر، وما تقولش نعم لكل حاجة. قلل من الوعود وكتر من النتائج. حاول تكتشف حاجة محدش اكتشفها قبليك. استمتع بشغلك عشان تقدر تبعد عن التوتر والقلق والضغوط، وما تقولش لحد أو تخلي حد يعرف قد إيه أنت بتشتغل وبتتعب في شغلك. القاعدة التانية وهي: اعرف إنك في الميزان طول الوقت. يقصد ريتشارد تامبلر هنا إنك لازم تغير نظرة الناس ليك دايما لنظرة إيجابية من خلال أناقتك وشياكتك وطريقة تعاملك مع زمايلك في الشغل، وتظهر لهم الجانب القوي في شخصيتك. وده بيشمل الآتي: إنك تلبس كويس وتبقى شيك في لبسك، وخليك واثق إن الناس بتحب الشخص المبتسم. حاول تكون مبتسم دايما. بيقولك هنا ريتشارد تامبلر: اهتم بطريقتك او باسلوبك انك تسلم على الناس في سلامك على الناس في المصافحه، وخلي ليك دايما نمط يميزك عن غيرك. دور على جاذبيتك الخاصه. الشخص الرزين بتحترمه الناس. اتكلم باسلوب حلو وخليك دايما واثق وانت بتتكلم. القاعده الثالثه وهي: خلي دايما عندك خطه. لو انت عايش حياتك من غير ما تسال نفسك انت عايز توصل فين وايه هو الطريق اللي هتسلكه عشان توصل، غالبا هتلاقي نفسك تايه او ماشي مع غيرك، هتبقى منقاد. وعشان تعرف خطتك المهنية، اسمع النصايح اللي جاية اللي قالها ريتشارد تامبلر. دايما تركز عينك على الأهداف بعيدة المدى. أكد دايما أنك بتحط خطط شهرية وسنوية وخمسية والتزم بيها. اكتب خطة عمل شخصية وطورها باستمرار بناء على الظروف اللي بتجد. ودايما تعرف دورك في الفريق عشان تقدر تتقن شغلك. استخدم كل طاقتك بس عند الضرورة، وشوف التحديات كفرصة للتغيير للأفضل. استغل الفرص اللي بتجيلك فجأة وخليك حكيم في استغلالها. حدد نقط قوتك وضعفك واشتغل على نقط ضعفك بدل ما تحاول تتخلص منها. القاعدة الرابعة وهي: لو مفيش حاجة تقولها فالسكوت أفضل. خليك شخص لطيف وإيجابي وما تتكلمش على زمايلك في الشغل في ظهرهم. وعشان تعمل كده اتجنب 3 حاجات: ما تشاركش في أي نميمة، ابعد عن الشكوى أو اللعن، ما تستخدمش عبارات خارجة أو ألفاظ خارجة عشان تكتسب احترام الآخرين. وقال ريتشارد تامبلر شوية نصايح عشان تكتسب احترام الآخرين ومحبتهم ليك. دافع عن زمايلك وساعدهم في وقت ما هم محتاجينك. جامل الناس بصدق وابعد عن المجاملة الزائفة. خليك بشوش وخليك إيجابي. اسأل عن أحوال زمايلك الشخصية وخليك مهتم بيها. عود نفسك دايما إنك تقول شكرا ومن فضلك. خليك مستمع جيد خصوصا في وقت الجدال. اهتم بكلامك اللي بتقوله وتجنب الحديث في لحظات الغضب. القاعدة الخامسة وهي: انتبه لنفسك. غالبا هتلاقي ناس في الشغل بيكرهوك وبيحقدوا عليك حتى لو انت بتعملهم كويس، وده بيزيد مع نجاحك. وعشان تحمي نفسك من المواقف دي، ريتشارد تامبلر قال لنا شوية نصايح. خليك دايما على دراية بالقوانين واللوائح الخاصة بالشركة واتبعها. اتعرف على آداب مهنتك واهتمامات الناس حواليك. خلي دايما في عندك معايير خاصة تحكم تصرفاتك. وإياك والكذب. اوعى تكذب في أمور ليها علاقة بيك، وما تتسترش على أي شخص أخطأ مهما كانت الظروف. دون كل معلومة عشان محدش يجادلك. اتعلم امتى تتكلم وامتى تسكت وامتى تسمع. اوجد لنفسك الدعم والعلاقات والأصدقاء، وحاول تخلي الناس تثق فيك. هيثقوا فيك لما تكون صادق معاهم وتعاملهم كويس. افترض ان زمايلك اللي حواليك بيتبعوا قوانين تانية او تعاليم تانية، وخليك مرن في التعامل معاهم. القاعدة السادسة وهي: اندمج مع المجموعة. القاعدة دي بتعلمك ازاي تندمج مع الفريق والآخرين رغم اختلافهم عنك
وعشان يحصل ده هنتبع بعض النصايح اللي قال عليها ريتشارد تامبلر. اتعرف مع ثقافة الشركة أو المؤسسة اللي بتشتغل فيها واندمج معاها، وطبعا ده لو مش بتعارض قناعتك. حاول تتكلم أو تكون قريب لنفس اللغة اللي بيتكلم بيها زمايلك في الشغل، بمعنى إنك تستخدم نفس المفردات أو المصطلحات اللي بيستخدموها. حاول دايما تخلي اسمك ووشك معروفين بالنسبة لزمايلك. اتعرف على السلوكيات الاجتماعية للشركة ولزمايلك، زي وقت الفطار وإمتى بيتجمعوا مع بعض بيشربوا القهوة. خليك دايما ملم بقواعد السلطة. لو كان حد بيحل مكان مدير المكتب الخاص بيك لازم تكون عارف كل المعلومات دي. خليك على دراية كاملة بالتدرج الهرمي في الشركة وفي مكتبك. لازم تفهم عقلية القطيع وتندمج معاها بما لا يخالف مبادئك، وخليك دايما الشخص الظاهر أو البارز بينهم. القاعدة السابعة وهي تقدم خطوة للأمام، والقاعدة دي بتعلمنا ازاي نتقمص دور المنصب اللي احنا بنرجو ان احنا نترقى ليه، والممارسات المعينة في الشركة اللي تخليك تقدر توصل للمنصب ده. شوف المدراء بيلبسوا ايه واضف الى هندامك حاجة جديدة خاصة بيك انت. طور طريقة كلامك وخليها تقارب طريقة الناس اللي بتتكلم بيها في المناصب العليا اللي هم المدراء. اتعلم كل يوم حاجة جديدة تقدر توصلك لهدفك. فكر زي رؤسائك في الشغل مش كأحد الموظفين العاديين. اتكلم عن قضايا ومشاكل الشركة، ولما يتطبق أي إجراء جديد ابحث عن تأثيره على أحد العملاء، على الموظفين، على داخل الشركة، خارج الشركة. ودايما اتكلم بصيغة نحن مش أنا. اقضي وقت كبير مع أصحاب المناصب أو المدراء في الشركة، لكن بدون ما تتدخل في شؤون لا تعنيك. خلي عندك ثقة في نفسك واقنع اللي حواليك إنك أكتر واحد أهل للمنصب ده. استعد للخطوة الجاية وفكر هتعمل ايه بعد تحقيق اهدافك. القاعدة الثامنة وهي كن دبلوماسيا. المؤلف ريتشارد تامبلر بيقول ان الناس اللي عندهم سلاسة بيتنقلوا في المناصب وبيترقوا بشكل اسرع عشان هم دبلوماسيين. كونك شخص دبلوماسي معناها انك منهي للخلافات مش بتبدأها، بتدور على الحلول وبتخلي اللي حواليك بالطريقة دي بيلجأوا لك للنصيحة في حلول المشاكل، لأنك معروف إنك شخص محايد بيتصرف بموضوعية في كل المواقف. وقال لنا المؤلف شوية نصايح عشان نقدر نبقى دبلوماسيين. دايما اطرح أسئلة وقت الخلاف الشديد من أجل تهدئة الأوضاع. ما تنحسش لأي فريق وخلي عندك رؤية بعيدة المدى. اتجنب دايما استخدام كلمات زي أظن، أشعر، أتخيل، وكلمة في رأيي. حاول دايما تخلق جو من التوافق لما الامور بتتصاعد او الخلاف بيزيد. وادانا شويه نصايح ريتشارد تامبلر عشان نقدر نحاول نسيطر على غضبنا. اترفع عن اي حاجه بتغضبك وشوف الاشياء العليا اللي ذات قيمه. سيب المكان اللي انت فيه وقول لهم انك رافض ومش متقبل الوضع الحالي بهدوء ومن غير صوت عالي، وممكن تعد من 1 ل10 عشان تهدي نفسك. ما تفقدش اعصابك، لكن عبر عن استيائك ورفضك للواقع او المشكله اللي حاصله، ومنه يتحس ان انت بترفض الوضع او المشكله مش بترفض شخص معين بعينه. وتعلم ازاي تتعامل مع غضب الاخرين، ولو كان غضبهم مبرر اعتذر بصدق واعترف ان انت غلطت، وتعامل مع رد فعلهم بمرونه حتى لو كان رد فعلهم مبالغ فيه. ولو كان غضبهم خططي عشان يدفعوك تعمل حاجات انت مش عايز تعملها أو عشان يخوفوك مثلا، وقفهم فورا. ولو استمر الشخص في الصياح حاول تحافظ على هدوءك وصمتك وغادر المكان فورا. خليك ثابت وارفض أي نوع من أنواع الإهانة أو التجاوز، وخليك حازم وارسم لنفسك حدود ومعايير محدش يتخطاها أيا كان منصبه وأيا كان شخصه. حط الأمور في نصابها الصحيح، وافتكر إن وظيفتك عبارة عن شغل تقدر تتخلى عنه في أي وقت لو أثر على صحتك أو علاقتك بعيلتك. القاعدة التاسعة وهي افهم النظام واستفيد منه قدر المستطاع. القاعدة دي بتعلمنا ازاي نقدر نستفيد من النظام السائد في الشركة ونفهمه. ومن النصايح اللي ذكرها المؤلف ريتشارد تامبلر، افهم قواعد المكتب العرفية. اتعلم ازاي تنادي كل شخص، واعرف امتى تتأخر في الشغل وامتى تقدر تمشي بدري، وما تسطوش على متعلقات الشركة او الاخرين. حدد اصحاب النفوذ في الشركة وخليك دايما على وفاق معاهم بما لا يتنافى مع مبادئك واخلاقك وتعليمك. خليك دايما مطلع على مستحدثات الادارة في الشركة. اتعرف دايما على خفايا الشغل والاهداف الخفية. اعرف مين الاشخاص المفضلين لمديرك في الشغل. خليك دايما على دراية ببيان مهمة الشركة وهدفها، حاول تفهمه كويس. القاعدة العاشرة وهي التعامل مع المنافسة. القاعدة العاشرة هنا بتعلمنا ازاي نحدد منافسينا وازاي تكون الافضل من غير ما تكون شرس او مخادع. حدد مركز المنافسة، هل هو داخلي من الشركة او خارجي؟ ادرس منافسيك عن قريب وطور من نفسك. خليك نبيل في المنافسة وما تطعنش منافسيك في ظهرهم. اتعرف على فلسفة الترقية وايه هو الهدف الاساسي منها، وهل هي مناسبة ليك ولا لا.
ما تفضلش دايما تقول خططك واهدافك قدام اي حد، وخليك ملم بكل اللي بيحصل حواليك. اوعى تمدح حد من زملائك مدح باهت، دايما حاول تستغل اللحظات الحاسمة زي اول يوم ليك في الشغل، التعامل مع ازمة في الشركة، وده لخدمتك انت عشان تكتسب صداقة واستحسان زملائك في الشغل. يا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة في مجال الاتش ار والتوظيف من كتاب المؤلف ريتشارد تمبلر قواعد العمل. وما تنساش لو عجبك الفيديو شير لايك وسبسكرايب عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المتابعين. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.